أهلا بيك يا صديقي العزيز. مصر تفوز على كوتيفوار 3-2 وتتأهل لنص نهائي كأس أفريقيا المغرب 2025 لتواجه السنغال. مباراة اللي جاية مباراة سعرية، لأن السنغال في آخر مواجهتين خدت منك كأس أفريقيا وخدت منك مقعد في كأس عالم 2022. المباراة النهاردة هي الحقيقة مفاجأة للمصريين بأداء المنتخب المصري اللي تفوق النهارده على نفسه من حيث الرجولة ومن حيث الجدعنة ومن حيث الجرينتا ومن حيث الاستبسال. حسام حسن لعب بواقعية شديدة جدا النهارده، لعب الشناوي في حراسة المرمى، قدامه آه، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وحسام عبد المجيد في قلب دفاع، على اليمين محمد هاني، على الشمال احمد فتوح، نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطية، قدامهم امام عاشور، محمد صلاح، عمر مرموش. المباراة بتبتدي بالسجال ما بين الفرقتين. حمدي فتحي بيقطع الكورة ياخدها امام عاشور، يرميها لعمر مرموش اللي بيقطع بجسمه على الكورة قبل ما مدافع كوتيفوار ياخدها وبيتخلص منه، وبيبقى في وضعية انفراد بيحطها بشكل رائع. منتخب مصر بيتقدم 1-0 بعد أول 3 دقايق. أول 3 دقايق مصر 1-0. بناخد الثقة، بناخد المبادرة، ودي كانت حاجة مطلوبة انك انت تاخد المبادرة قدام منتخب زي كوتيفوار. اللعيب الايفواري دائما وابدا هو بينزل مهزوز قدام المنتخب المصري. تحس ان هم عندهم نوع من انواع اللي هو احنا عارفين ان انتوا اذكى مننا، عارفين ان انتوا كعبكم عالي علينا، عارفين ان انتوا بتكسبونا حتى لو معانا مين. فعلا منتخب كوتيفوار بيذهل تماما من تقدم منتخب مصر بعد 3 دقائق. منتخب كوتيفوار بيحاول يسيطر على المباراة، يحاول يلعب كرات عرضية، عمل كذا كرة من ناحية الشمال بتاعتهم اللي هي يمنا، لكن تحس ان لعيبة منتخب مصر وخاصة المدافعين هم عاملين حسابهم ان الكرة ما تروحش للشناوي، لان هنا ما فيش ثقة. هنا ما فيش ثقة في الشناوي تماما مننا احنا كجمهور، واعتقد ان الثقة دي برضو من يعني ان انعدام الثقة من اللعيبة، ان كله بيحاول يرمي نفسه. ما فيش حاجة فنية تذكر في الشوط الاولاني غير استبسال من منتخب مصر وجرأة وشجاعة من عمر مرموش، الوحيد اللي كان بيقدر يستلم الكرة ويروح بوشه، الوحيد اللي عنده القدرة على انه يروح للمدافع، يروح انا هعدي، انا هروح انا، بصرف النظر عن امكانيه تحقيق ذلك من عدمه. عمر مرموش كان فيه ميزه انه بيقدر انه ياخد الكوره ويجري يجري في مساحه او يخلق لنفسه مساحه. كان ممكن يعدي من واحد والتاني بس يتكعبل في التالت، يعدي من واحد بس يتكعبل في التاني، بس في الاخر هو عارف كويس جدا انه لو تقلع الكوره وفضلوا يموتوا، او حاولنا ان احنا نموت اللعب ببساطه عرضيه او بساط لقتل الوقت، ده هيضغط منتخب مصر، خاصه ان انت ما عندكش لعيبه كويره كتير. هو ممكن يبقى امام عاشور بحكم الفنيات ومحمد صلاح، ولكن محمد صلاح بيفتقد لسرعه كانت عنده. امام عاشور راجع من اصابه وبرده بدنيا ما يقدرش يجاري لعيبه خط وسط كوتيفوار. عدا ذلك انت كله ما عندوش كرة الا بس احمد فتوح، الا حتى تحس انه يعني هو انا عذره برضه يا جماعه. هو معلش في فوارق، اللي خلينا متفقين ان في فوارق بدنيه على الاقل، بدنيه على الاقل، بين لعيبه منتخب مصر ومنتخب كوتيفوار. عمر مرموش كان بيعمل صح، انه بيدي ثقه لنفسه، بيدي ثقه للعيبه اللي معاه، بيخفف الضغط عن طريق انه بياخد الكره ويجري بيها. فما تلومش انه بياخد الكره وما بيعملش بيها حاجه، هو بياخد الكره يبعدها اطول مسافه ممكنه عن مرماك وعن مناطق الضغط بتاعتك. بتيجي بعد نص ساعه، حوالي حاجه و30 دقيقه، آه، ركنيه لمنتخب مصر اتسبب فيها برضو عمر مرموش، انه بيضغط على المدافع فبيطلع الكرة، فبتبقى ركنيه لمنتخب مصر، بتترفع نموذجيه من محمد صلاح، بيطلع يقابلها رامي ربيعه براسه، والجول التاني لمنتخب مصر وسط ذهول من المصريين قبل ما يبقى من منتخب كوتيفوار. منتخب مصر بيتقدم 2-0 في سيناريو ولا اروع من كده، عن طريق رامي ربيعه اللي وجد نفسه في منتخب مصر. دي نقطة، ووجد نفسه انه بيسجل في عصر كابتن حسام حسن. منتخب مصر بيسيطر على الجيم، مش بيسيطر على الكورة على قد ما بيسيطر على السيناريو بتاع الجيم.
كوره ملهاش اي لازمه. والحقيقه فاول ملوش اي معنى، يعني تحس انه اتحسب يعني ايه، مجامله من غربال. اللي بالمناسبه هم طلعوا النهارده من كاس افريقيا على ايد نيجيريا، اللي انا بفكرك انك ما تضمنهاش من هنا لاخر الشارع. يعني منتخب نيجيريا الكل بيقول لك انه منتخب جامد، ولكن انا هفكرك انه هيخسر بسهوله من منتخب المغرب، وهيبقى ند مش بالند القوي اللي الناس متخيله. المهم يا سيدي، مصطفى غربال بيحسب كوره بعد ما قطعها امام عاشور عادي جدا، في التحام عادي جدا، مفيش اي مشاكل، فاول علينا. بس طبعا المتغطي بالشناوي متعري، الكرة بتترفع على القريبة، بتتزحلق كده من على دماغ المهاجم، وهي رايحة في السكة ورايحة في الجول، رايحة في الجول. ففتوح يعني تحس انه ضرب لخمة، هو الكرة جاية على رجله اليمين، فهو عايز يلعبها بدماغه فبتخبط فيه فبتدخل الجول. بس هي كده كده كان في سكتها للجول. 2-1، والسيناريو ما يتمنهوش اي مصري طبعا، انك انت تطلع 2-1 الشوط الاولاني، وكنت بتقول طب انا خلاص عايز ازق بقى واطلع 2-1، لان منتخب كوتيفوار بدا يقرب وبدا يشكل خطوره، وبالفعل ترجمت خطورته لهدف تقليص الفارق. منتخب مصر بينجح انه يحافظ على التيمبو ويطلع الشوط الاولاني 2-1. كل بقى توقع ان كابتن حسام هيعمل تغييرات، هينشط، هيعمل، هيسابق، ما عملش اي حاجه. وده كان احسن قرار هو عمله، انه ما لعبش في اي حاجه، طالما هي ماشيه ما تلعبش فيها. فعلا كابتن حسام سابها ماشيه زي ما هي ماشيه. بدانا الشوط الثاني زي ما بدانا الشوط الاولاني، مفيش اي حاجه، احنا بنلعب لو بلوك وميدل بلوك، وبنلعب بالكومباك، الديفensive كومباك. يعني اي لعيب من عندنا، اللعيب من كوتيفوار يعدي هيلاقي التاني والتالت. فاحنا بنلعب بالجرينتا وبالروح وبالتقفيل وبالتنظيم الدفاعي وبرد الفعل، وده مقبول جدا النهارده، عكس ما كنا بنعمل قدام بنين، ان احنا تحس ان احنا خلاص حفظنا الخطه وبننفذها بصرف النظر عن المنافس بتاعك ايه. كوره، هجمه منظمه، رامي ربيعه بيقوم بدور صانع الالعاب، بيلعب كوره في مساحه رائعه لامام عاشور، اللي بياخد الكوره وبيبص وبيرفع وشه وبيرفع وشه، ودي ربع الجول. والباصه النص، نص الجول، والربع الاخير للجول محمد صلاح بنتشه بلمسه بيحطها على يمين حارس المرمى، بتصبح نتيجه 3-1. وهنا تنقلب المباراة رأسا على عقب، وبناخد المبادرة وبناخد السيطرة وبنعمل خطورة حقيقية وبنسيطر على كل شبر في الأرض. منتخب كوتيفوار تحس إنه معنويا وقع تماما، لأنه قرب، وبعد كده رجعنا حطينا الجول التالت في توقيت رائع، سيطرنا على المباراة واستحوذنا وروضنا الخصم زي ما احنا عايزين. استمرينا على نفس الاداء، استمرينا على نفس الرجوله. الواحد كان عنده تخوف من اللعيبه تفك، اللعيبه تبتدي تحتفل بدري، وده ما حصلش الحقيقه. ولكن برضو المتغطي بالشناوي متعري، ضربه ركنيه بتتلعب على القايم البعيد، الشناوي لا يطلع ولا يرجع ولا يقف ولا ينط ولا يترمي ولا اي حاجه. اسوأ قرارات بتتاخد من الشناوي الحقيقه النهارده. كرة بتترفع على القايم البعيد، بتتلعب الكرة مهاجم كوتوفار ولا لعيب كوتوفار بيلعبها بدماغه بالعرض في السكس ياردة، بتعدي من الشناوي بغرابة وبهبل، بتيجي في لعيب كوتوفار اللي عايز يحطها فما بيعرفش يحطها، في الشناوي يقوم مصلح الخطأ بتاع لعيب كوتوفار، انه بيدحرج الكرة لعيب تاني في كوتوفار يحطها، يدخل يحطها من قدام حمدي فتحي بكابو. وكوتوفار هنا قبل ربع ساعة من نهاية المباراة بتقرب من التعادل 3-2، والمباراة كهربت ومباراة بقت أصعب. كابتن حسام بينزل تريزيجيه مكان امام عاشور اللي استنزف بدنيا تماما. انا مش فاكر كويس برضو، حد يصلحني لو انا غلطان، هل تغييره امام دي كانت قبل الجول الثاني بتاع كوتوفار ولا بعده؟ ولكن هي تغييره منطقيه، انك انت امام خلاص كان بدنيا ارهق تماما وما لعبش ماتش بالنديه والقوه دي، فطبيعي انه يطلع. وبينزل محمود حسن تريزيجيه، اللي بينزل عايز، هو عنده جرينتا فني ما تلاقيش، ما عندكش فنيا النهارده غير عمر مرموش فقط، بس عمر مرموش. لكن وبالنسبه لي امام عاشور برضه عشان ما نبخسوش حقه، عمر مرموش، امام عاشور، ودومتم، والباقي بيجتهد. ياسر ورامي الطبيعي بتاعهم، التوب الطبيعي التوب، اللي هو انت تاخد جارينتا وروح وزحلقه وتاكلينج كل حاجه. حسام عبد المجيد اختيار موفق وهايل، لانك انت كنت محتاج لعيب طويل بالنسبه لمنتخب مصر، يعني طويل بالنسبه لكوتيفوار هو زيه زيهم وقصير كمان، خلاص. لكن
حمدي فتحي علامة استفهام، او بالنسبة لي مش علامة استفهام. حمدي فتحي بيلمع في مركز الليبرو المتقدم، ولكن هو مجهوده بدنيا اقل في حتة انه يبقى هاف ديفندر بيغطي او يبقى رقم 6. انا كان بالنسبة لي مهند لاشين كان اختيار احسن، بس ده لو كان هو جاهز انه يلعب ماتش زي ده. الماتش بيكهرب، كوتيفوار بتحاول ولكن محاولات دون خطورة حقيقية. كور عرضيه بسيطه بتتلعب، الشناوي بيمسك كوره مثلا بتاع كده، لكن ما تفتكرش النهارده للشناوي انه شال كوره عمل حاجه اتسبب في انه مثلا منع هدف اكيد. لا، هو الشناوي ما النهارده ما فيش. والحقيقه المباراه غطته او النتيجه غطته النهارده، لان هو احنا عارفين الشناوي النهارده ممكن يبقى حلو، بكره ممكن يبقى وحش عادي جدا. الشناوي ملوش ضمانات. حمدي فتحي النهارده كان اقل من اللي انت منتظره، لكن بقيه اللعيبه اجتهدت وتعبت وكافحت. محمد صلاح الى حد ما كان بيمثل عنصر الخبره النهارده، بانه بيسقط ويستلم الكوره، يهدى على الكوره، يقدر ياخد فاولات تكتيكيه. نجم المباراه بلا منازع هو عمر مرموش، اشجع لعيب في مباراه النهارده. والمباراه دي هي فعلا مباراه الرجوله، دي نقطه، واللقطات التاريخيه بتاعت اللعيبه. يعني انت من الاخر محتاج سوبر هيرو، والسوبر هيرو النهارده كان هو عمر مرموش، بشجاعته، بجرأته، بقيادته لهجوم منتخب مصر. ولكن ما ينفعش تبني على ده بس، لازم تشتغل فني شويه، لازم تنزل مصطفى محمد يبقى ليه دور اكتر من كده. انت في وقت من الاوقات ممكن تبقى محتاج المهاجم اللي بيخبط، المهاجم اللي بيخبط. مش كل مره هتسلم الجرة، ومش كل مرة هينفع الاسلوب اللي احنا عملناه ده. ممكن الاسلوب ده نافع النهارده مع كوتيفوار، ما هي السنغال اقوى، يعني منتخب قوي اقوى مننا، خلينا متفقين، او اقوى بدنيا مننا. انا امبارح شفت ماتش السنغال ومالي. السنغال ومالي فرقتين هو تكسير عظام، مفيش فنيات لكن في ساديو ماني عقل، تمام، مش زي زمان معاك. بس السنغال عقده، ولازم نركز وما نبالغش في الاحتفالات، لان انت عملت تورته، يلا بقى كملها، كملها. هي مش هتكمل غير بالنية الصافية والجدعنة والبركة والاستبسال والرجولة، ويزينها لقطات تاريخية. تكتيك وفكر وكلام ما اعتقدش انها هينفع. اعتقد هي بطولة الرجال، الكرة للرجال. وانا شايف واي نوت، ليه لا؟ احنا شوفنا النهارده اتعملت النهارده، يبقى ينفع تعمل تاني، مفيش ما يمنع. عموما هيبان فكر كابتن حسام الفترة الجاية بقى عامل ازاي. اللعيبة عملت ماتش بدني قوي، محتاج ان ده يتاخد في الحسبان، لان ما ينفعش ان انت ما تفكرش في على الاقل اراحة عنصر او اتنين من الناس اللي بدأت، لان اللعيبة متوسط اعمارها عالي، متوسط اعمارها اعلى من اللعيبة التانية، او من اعلى متوسطات الاعمار في البطولة. عندك لعيبه كتير جدا معديه 30 سنه، مش هتستحمل ضغط المباراه ده، فمحتاج ان انت تنزل عنصر او اتنين على الاقل يبتدوا يدوك نفس شويه في المباريات المقبله. عموما مبروك لمنتخب مصر مره تانية، مبروك لكابتن حسام، مبروك للشعب المصري اللي بيبان حب المنتخب مصر بالرغم من تريقتنا واستهزائنا وضحكنا والسخريه اللي احنا متعودين عليها، ولكن ساعه الجد بتلاقي كله بيشجع بقلبه. مبروك لمنتخب مصر، تصبحوا على خير، السلام عليكم.